Bienvenue mes élèves de la première année du secondaire. J'espère que vous allez très bien. أهلا بكم معايا إلى طلبة وطلبات الصف الأول الثانوي. أتمنى يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهارده إن شاء الله ميعادنا مع الحصة الأولى من الدرس الثاني وحدة الثالثة 2023. خلصنا الفيديوهات اللي فاتت الدرس الأول من الوحدة الثالثة وشرحناهم في 4 فيديوهات، زائد عملنا حلينا فيديوهين تدريبات متنوعة على الدرس، والنهارده ميعادنا مع الدرس الثاني. طيب زي ما انتم شايفين كده الدرس الثاني بعنوان demander et dire l'heure parler de son emploi du temps، يعني الحديث عن الساعة والحديث عن جدول الحصص. في أول كل درس أنا زي ما انتم شايفين كده، وأنا بستخدم للي ما سمعش الفيديوهات قبل كده إنه بستخدم كتاب برافو، لأنه من أفضل الكتب اللي بتتناول وبتساعدكم كمان في إن انتوا تستذكروا الدروس بشكل كبير. في بداية كل درس إحنا لازم أجيب لكم كده أو في العادي أنت لازم تعمل دوت، إنك قبل ما تخش وتشرح في أي درس أنت بتاخده لازم تعرف الدرس دوت هيقول لك إيه، هيوصل لك. فهنا نتعلم في هذا الدرس أون أبرون. أول حاجة أباردي دو لور، إزاي نتكلم عن الساعة، نعمل حديث عن الساعة. أباردي دو لومبلوا دي تون، إزاي نتكلم والحديث عن جدول الحصص. لي جور دو لا سيمين، أيام الأسبوع. لي نون دي ماتيير سكولير، أسماء المواد الدراسية، كل المواد الدراسية اللي عليك بالفرنساوي هتكون اسمها إيه. والانتروجاسيون افيك، استفهام كال وكال وأكل. طيب كال وكال دي للمفرد المذكر، المفرد المؤنث، جمع المذكر، جمع المؤنث، اللي هي بمعنى ما أو أي. ما أو أي دي إن بنقول عليها مش أدوات استفهامية، ولكن بنطلق عليها صفات استفهام، لأنها بتؤنث وتذكر، صفات استفهامية. تمام كده، هنعرف إزاي إن إحنا نسأل عليها أو نستفهم عنها. وعندنا برضو في أي ساعة اللي هي أكل، إزاي أستخدم كلمة في أي ساعة. ده بالنسبة للمقدمة. لما نيجي بقى نخش على الكلمات، ف زي ما انتم شايفين كده ميزة ان هو بيقسم الكلمات لأربع أجزاء: نوع ماسكولين، أسماء مذكرة، نوع فيمينين، أسماء مؤنثة. بيكلمك كمان عن الفيربات اللي انت هتاخدها في الدرس دوت، وبعد كده بيجيب لك بعض الظروف وبعض الصفات وحروف الجر والاكسبريسيون. فدلوقتي يلا بينا نبدا على بركه الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونبدا يلا مع بعض من غير كلام. اول حاجه عندي هنا اللي هي نوع ماسكولين، الاسماء المذكره. تعالى طيب للي ما سمعش قبل كده اول مره يشوفني، انا ليه بعمل فيديو للكلمات؟ لانه عايزك تنطق النطق الصحيح وتردده. ده فيديو مسجل، فبالتالي لما تسمعه مره واثنين وثلاثه الكلمه هتثبت في دماغك وتنطق نطق صحيح، عشان وانت بتذاكر وانت بتحفظهم تنطقهم نطق صحيح. اول كلمه عندي ان امبلوا دي تون، ان امبلوا دي تون، جدول مواعيد الحصص. ان ديبو بدايه. ان كار ربع. ان كار. طب ان ديبو وان كار، حد يقول لي الله انت ليه ما نطقتش حرف التي هنا وحرف التي هنا؟ هقول له باختصار شديد انه انا قلت قبل كده الحرف الساكن في نهايه الكلمه لا ينطق بصفه عامه. الحرف الساكن في نهايه الكلمه لا ينطق بصفه عامه. فهنا ديبيو انكار. ليجو ليها 3 معاني: الميول، الرغبات، الهوايات. ليجو. ان غوبا وجبه. un mois شهر. وبرضه نفس القصة، الحرف الساكن في نهاية الكلمة حرف الأس لا ينطق. un
un jour يوم، un cours حصة، un calendrier تقويم اللي هي النتيجة يعني. un congé عطلة، le sport الرياضة، le matin الصباح، le midi الظهر، منتصف النهار ده الظهر، l'après-midi بعد الظهر، le soir المساء، le soir، le minuit منتصف الليل، un rendez-vous موعد لقاء، حتى بنقولها كده بالعربي يقول لك انت عندك رونديفو النهارده، يبقى un rendez-vous الموعد او لقاء. ننتقل بعد كده للنون فيمينا الاسماء المؤنثه. اول كلمه عندي une heure ساعه، une récréation اختصار كلمه récré، ممكن تجي لك في الامتحان مثلا كلمه récré يبقى انت عارف ان هي اختصار كلمه récréation، فسحه بتاخدوها في المدرسه. la nuit الليل، la musique الموسيقى، une journée فترة النهار يوم، une demi-heure نص ساعة، une semaine أسبوع، une semaine، une langue لغة، une année سنة، une activité نشاط، une date تاريخ. هناخد هنا اللي هي لماتيير سكولار اللي هي المواد الدراسية. تعال نشوف المواد الدراسية بتاعتك اللي انت بتاخدها اسمها ايه باللغة الفرنسية. واحد ماتيماتيك الرياضيات. طيب ايه الحروف اللي هي ما بين قوسين دي؟ حروف ما بين قوسين اللي هي معناها اف اللي هي اختصار كلمة فيمينا مؤنث، وام اختصار كلمة ماسكولين المذكر. يبقى في بعض المواد الدراسية لازم تبقى عارف انها انهي مذكر وانهي مؤنث. يبقى الاف مؤنث، الام مذكر. فاول كلمة عندي اللي ماتماتيك وهو جامعها هنا عشان الرياضيات. l'histoire التاريخ، مادة التاريخ. la géographie الجغرافيا، ودي مش محتاج احط جنبها اف لان هي كلمه لا اداه اللي هو اداه المعرفه، لا معروفه انها المؤنث، يبقى لا جيوغرافي الجغرافيا اللي هي لا جيوغرافي. لا فيلوسوفي الفلسفه مؤنثه برضه. لا راب اللغة العربية هنا مذكر، ام ماسكولين، لا راب. لو فرونسي اللغة الفرنسية طبعا برضو مذكر، لو فرونسي. لانجلي اللغة الإنجليزية، لانجلي. l'allemand اللغة الألمانية برضه هي والإنجليزية مذكر والفرنسية كمان مذكر. les sciences de la vie et de la terre علوم الحياة والأرض اللي هي مادة العلوم، أو ممكن نقول عليها les sciences العلوم. دي كلمة مؤنثة. la chimie الكيمياء برضه مؤنثة. la physique الفيزياء برضه مؤنثة. l'éducation musicale التربية الموسيقية، مادة التربية الموسيقية دي برضه فيمينا مؤنثة.
l'éducation physique et sportive. l'éducation physique et sportive. التربية البدنية والرياضة أو هي التربية الرياضية. l'éducation civique التربية الوطنية. la technologie التكنولوجيا. les arts plastiques الفنون التشكيلية. نيجي بقى للفيربات اللي عايزين او عليك في هذا الدرس، وعليك ان انت تعرفها. دايما الفيربات بتيجي في المصدر زي ما انتم شايفين كده، وطبعا بتصرف وفقا للقواعد الجراماتيكيه او قواعد اللغه الفرنسيه اللي انتم بتاخدوها في المنهج. عندي فيرب كومونسي يبدا، كومونسي مجموعه اولى يبدا. ترميني ينهي مجموعه اولى برضه. سو ترميني ينتهي. طب ايه الفرق ما بين ترميني وسو ترميني؟ ده فيرب عادي وده فيرب ذو ضميرين، ينهي وينتهي. ديجوني يتناول الغداء، اكسبريمي يعبر عن، عندك بريفيري يفضل. دوري يستغرق. arriver يصل. proposer يقترح. deviner يخمن. expliquer يشرح. savoir يعرف. الجزء الأخير في اللي هو الأدجكتيف، صفات adverb الظروف، preposition حروف جر، والاكسبريسيون تعبيرات. دي لابد ان انت تكون عارفها وتخص الدرس، زي سكولير دراسي، سكولير. بريفيري ده أدجكتيف صفة. مفضل مفضل. اللي ما بين اكسون ديت اللي هو في حالة الايه التأنيث، المذكر بتاعها مفضل مفضلة أدوة. صف ما عدا. سي ديفيسيل هذا صعب أوي. سي ديفيسيل. موان إلا أو أقل، يبقى إلا أو أقل ليها معنى، إلا أو أقل. pendant أثناء. aujourd'hui اليوم. mais لكن. par jour يوميا. par semaine أسبوعيا. pile أو juste. pile يعني بالضبط، juste تماما. tous les jours كل الأيام. chaque كل، يبقى عندي تو كل وشاك كل برضه، بس هنا طول الجور على بعضيها كل الأيام. شاك جور، لو قلت بقى شاك جور مثلا يبقى كل يوم. شاك جور مش جمع. شاك جور هتبقى بدون اس. وبكده اكون انتهيت النهارده من فيديو بتاع النهارده، لان انا معودكم ان دايما فيديو واحد بس للكلمات. انت كده سمعت الكلمات، اسمع الفيديو مره واثنين، مدته قصيره، وكل الفيديوهات مدتها قصيره عشان يبقى قبلك برضه اللي ما سمعنيش اول مره يشارك معايا النهارده. احنا بنتقابل بالنسبه لاولى ثانوي لحد 3 خميس، 3 مرات في الاسبوع. كل مره ببقى عامل فيديو بسيط جدا، يبقى سهل عليك ان انت ما تملش من اللغه الفرنسيه. اللي عايزك بس ان انت تتابع القناه والقوائم التشغيل، لان انا كل في الصف بتاعه، يعني انت طالب اولى ثانوي هتخش على قوائم التشغيل في اولى ثانوي ترم تاني، هتدوس عليها هتدخلك على الفيديوهات اللي هي بتاريخ 2022 2023، وهتبقى نازله لك بالترتيب، فبالتالي مش هيبقى فيه جهد منك ان انت تقعد تدور، هي نازله بالتدريب فيديو بعد ورا فيديو. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاع النهارده، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. بس ابيض tout le monde et au revoir.